السلام البنات، نتمنى تكونوا في احسن الاحوال. جبت لكم قصه، اش غادي نقول لكم؟ سمعوا وانتم حكموا. ما تخيلوش هاد السيده شنو دار ليها راجلها. معكم فاطمه الزهراء، بنت اسره على قد الحال. انا الوسطانيه في خوتي، كاينين جوج خواتاتي كبر مني وخويا صغير عليا. كان بابا خدام على قد الحال، كما كنقولوا مكافين مع الزمان. وكانت ماما مسكينه كتصوب الحلويات والمسمن في الدار. هكا العيالات اللي خدامين كانت كتجمع شي بركه كتعاون بها بابا على المصروف. وكان الهدف ديالهم هو نقراو باش نسلكوا راسنا من هنا لقدام. ومع كنشوفوا والدينا مكرفسين على ودنا، درنا اكثر من جهدنا باش نحققوا لهم هداك الهدف. مشات ايام وجات ايام، خديت الاجازه. في هذاك الوقت خواتاتي وحده كانت كتقرا في العام الثاني في الماستر، والكبيره توظفات وكانت كتعاون بابا. بقينا هكاك حتى الاخرى خدمات، والحمد لله الحاله الماديه ديالنا كتحسن نهار على نهار. واحد النهار اختي الكبيره كان كيعرفها واحد السيد خدام معاها، عجباتو وتفاهموا باش يجي يخطبها. كمل عليهم الله، داروا الخطوبه ومن بعد عرسات ومشات لدار راجلها. هنا انا قررت نخرج نخدم باش ما يبقاش الدرك على اختي الاخرى. ومع حتى بابا كان عيا، قلت نخدم باش يجلس يرتاح. ما داش بزاف، لقيت خدمه وتوكلت على الله وبقيت خدامه ومعاونه انا واختي على المتطلبات ديال الدار. اما خويا كان مازال صغير، يلا عنده 6 ايام. كان نهار وما طال وماما تدعي علينا بالرضا والزوج الصالح، والصراحه رضاتها كانت واقفه معنا. اي حاجه حطينا يدينا فيها كيسخر فيها ربي. بقينا هكاك اليوم غدا تقريبا داز عام ونص على زواج اختي الكبيره. كانت غادي تولد حيت وصلت للشهر الاخير ديالها. فملي ولدات مشينا ودرنا الصواب وكبرنا بها. ملي بغينا نرجعو، ماما طلبات من اختي الاخرى تجلس مع اختي اللي ولدات. دارت شهاده طبيه على حساب خدمتها، كانت فيها 10 ايام باش تعاون معاها. راكم عارفين النفيسه خصها العوين. في هذاك الوقت اللي جلسات اختي تقابل اختي الكبيره، كان شافها لوس اختي اللي ولدات وطلب يديها للزواج. وبحكم هذاك السيد لوس اختي الكبيره، فهي عرفات بلا مربي وداخل سوق راسو. شكرات لاختي باش تقبل تزوج به، ووافقات وعرسات ودار ليها دارها بوحدها. خواتاتي بزوج تزوجوا الخوت. في هذا الوقت بقيت غير انا وخويا مع ماما وبابا. بقيت خدامه، وحتى خواتاتي جلسوا مده ورجعوا للخدمه. وفي كل شهر وحده فيهم كتدور مع ماما. وماما تبارك الله كانت مرة ديال الزمان، وجمعت شي حصيصه وتشاورت مع بابا وكراو واحد المحل وبداو كيبيعوا الحلويات والمسمن والكيك. في البدايه كان كل شي صعيب، ولكن مع الوقت ربي يسر ليهم ولا الربح كيشيط. طبعا من بعد ما كيخلصوا الكرا. من واحد الناحية الصراحة تهنينا عليهم. في هذا الوقت شلا خطاب خطبوني ورفضتهم، حيت كنت بغيت نرد الوالدية ولو غير شوية من هذاك الشيء اللي داروا معنا وحنا صغار. قالت لي يا ماما الله يرضي عليك، إلا جاو فيك هاد المرة الخطاب ديري دارك وولادك، ما حدك مازال صغيرة. فاش قالت لي يا ماما هاد الهضره كانت عندي 26 عام. وملي قررت نتزوج ما جا حتى شي حد يخطب فيا. كاع هادوك الخطاب اللي كانوا كيجيو الوقت اللي ما بغيتش انا نتزوج غبروا ملي انا قررت ندير داري. ولكن اختكم مرضيه، ما جيت فين ندخل 27 عام حتى جاو شي ناس يخطبوني، وكان باين ناس الله يعمرها دار. جا السيد هو وامو وخالته، اما باه كان متوفي الله يرحمه. داروا الصواب كما كيديروا الناس. جلست مع السيد هضرنا وما لقيتش فيه شي حاجه اللي تعيق هاد الزواج. وافقت وتفاهمنا على جميع التفاصيل. ما حسيت براسي حتى لقيت راسي مزوجه. الوقت دغيا كيطير. دوزت ايام زوينه مع راجلي، كان مهلي فيا وكيلبي ليا جميع المتطلبات ديال الدار. كان شاري بارطما ديالو، واخا عائلته ساكنين في نفس المدينه، حنا كنا ساكنين بزوج وعشنا حياتنا كأي زوج وزوجة. ملي كان كيمشي للخدمة كتبقى الدار خاوية وكنقنط. وهنا قررت باش نرجع للخدمة. تصورت مع راجلي ما عندوش مشكل وبديت الخدمة. وملي نرجع كنجمع وكنطيب في الدار
وكنقول هاد الشي على ود عائلتي باش ما نخليهمش مخصوصين من حتى شي حاجه. بقيت على هاد الحال اليوم غدا اليوم غدا حتى كمل عام على الزواج ومازال ما رزقني الله بالدراري. في الاول ما تسوقتش، ولكن ما حد الامر كيطول وانا كنتخوف. هدرت مع راجلي في هذا الموضوع وقررنا نمشيو عند شي طبيب اختصاصي. فعلا دوزنا وقال لنا الطبيب ما عندكم حتى شي مشكل، صبروا راكم مازال صغار وحتى الزواج مازال ما طولتوش فيه. قال لنا ما عندكم مناش تخافوا. هاد الهضره ريحاتني ورجعنا للدار وعايشين بخير، ما عندنا حتى شي مشكل. كل واحد كيمشي لخدمته وفي اللين كانت تشوفوا في الدار. اليوم غدا اليوم غدا حتى كملت عامين على زواجي، وقررت نمشي هاد المره عند واحد الطبيبه كيعاودوا عليها بالمزيان. مشيت قلباتني ما لقات عندي حتى شي مشكل، وقالت لي راه حتى راجلك خصو يجي، لا ربما يكون عنده المشكل. مشيت للدار وهدرت معاه بالتي هي احسن، ومشى ودوز وما عنده حتى شي حاجه. هذيك الطبيبه حتى هي قالت لينا صبروا دابا يسهل عليكم الله. دازت 5 شهور وما كاين لا حمل لا والو، يعني 2 و5 شهور ديال الزواج. دخلت في اكتئاب ومرضت، دائما كنخمم لدرجه فقدت بزاف في الوزن. واحد المره يا البنات كنا معروضين عند عقوزتي، ملي تجمعنا قالت لي احنا العائله ديالنا كلهم كيولدوا، سيري دوزي راه بغينا نشوفوا ولاد ولدي. وكانت حتى هذيك خالته اللي جات مع مو تخطبني. انا ما رضيتش وحرت وما عرفتش شنو نقول لها. راجلي قال لها حتى يبغي الله مازال ما كتبش. ايوا اش غادي نقول لكم البنات، من مور هاد الشي بشهر الراجل تبدل. الراجل اللي كان كيساندني ولا كيقول لي هاد الشي بزاف، بغيت ولادي اليوم غدا اليوم غدا، ديما الصداع على نفس الموضوع، وبين الام ديالو هي اللي كتضغط عليه. دازت 4 سنين البنات ومازال ما رزق لي الله بالولاد. ولاحظت بلا حتى الراجل ملي كملنا 3 سنين ديال الزواج ما بقاش كيحكر عليا بحال الاول، ما بقاش كيقول لي واش هاد الشهر حامله، حيت كان قبل كل شهر كيجيب لي التحليله. المهم ما نكذبش عليكم، ارتحيت شويه ورجعت صحتي من نهار ميك عليا. واخا كانت بعض المشاكل كانت كتحل في نهارها، اما موضوع الولاد ما بقاش جبدو. ديتها في داري وفي خدمتي وكنحاول نشغل راسي. ملي كنشد الصالير ديالي كنعاول والديا وكنخبي لدواير الزمان. وليت كنصدق على المساكن واخا غير شي حاجه اللي قليله، ودائما كنهز ضربيتي وكنصلي قيام الليل وكندعي يا ربي يا ربي ترزق لي الذريه الصالحه باش تكمل فرحتي. والحمد لله ربي كبير، من بعد 5 سنين ديال الزواج واخيرا حامله. تعطلت عليا الدوره الشهريه في الاول ما تسوقتش، ولكن ملي تعطلات مشيت نيشان خديت التحليله درتها وطلعوا ليا 2 خطوط. ما تصوروش فرحتي هذاك النهار، كنسجد وكندعي لربي بالفرحه. عيطت على ماما وخواتاتي قلتها لهم، فرحوا ليا من قلبهم. اما راجلي قلت حتى يجي للدار وندير ليه مفاجاه. صوبت واحد الكيكه وحطيت العصائر وشي حاجات خديتهم من الحانوت، قديت الطبله وشعلت الشمع وقديت الدار بالورد. هذيك التحليله درتها في واحد البواطه. اختكم بكثرة الفرحه درت داكشي ديال المسلسلات التركيه. ملي وصل الليل دخل راجلي بقى مصدوم، اش كاين شنو واقع؟ دخلته وقلت ليه فتح هذا الكادو، فتحو وتصدم، ما تعرفيه فرحان ولا ما فرحانش. بقى مده وهو مصدوم حتى عقب راسو عاد قال لي مبروك وباس لي راسي. انا جاتني ردة الفعل ديالو غريبه، ولكن قلت ربما تصدم بالفرحه. سديت هذاك الموضوع تم. من نهار عرفت راسي حامله حبست من الخدمه وتبعت مع واحد الطبيبه، وكان كل شيء بخير. دوزت 9 شهور كامله فرح وسعاده. كيف ولدت جاو الحباب ودوزنا 7 ديال ولدي وكل واحد رجع لدارو. انا بقيت مقابله ولدي وداري. ملي دار ولدي عام وشهرين قررنا نطهروه. تحزمت ووقفت على شغلي بيدي، بغينا نديرو صدقه ونعرضو على العائلات ديالنا. جا الحجام صوب الولد ومن بعد يومين عاد عارضين على الحباب. داز كل شي بالزربه، درنا عراضه كبيره، اللي يدخل كيبارك الولد، اللي يدخل كيبارك. حتى دخلات عجوزت خالة راجلي. هذيك خالة راجلي اللي جات تخطبني عجوزتها، مرا اللي كبيره في العمر،
بركات ليا حيت انا جالسه مع ولدي في البيت والناس اللي معروضين جالسين في الصالون. قالت لي فين هو راجلك نبارك ليه؟ قلت ليها بلاتي نشوف. قلت لماما خليك حدا ولدي نشوف فين هو راجلي. سولت عليه قالوا لي راه طلع للسطح. طلعت موراه باش يهبط حيت المراه كبيره ما تقدرش تطلع في الدروج. ايوا كيف طلعت لقيتو كيهضر في التليفون، كان عاطيني بالظهر. قلت مع راسي ربما كيهضر مع شي حد من صحابو، بلاتي نسينو حتى يقطع. سمعتو يا البنات كيقول في التليفون راه ما نقدرش نجي دابا حتى العشيه، راه الضياف عندنا. وقال واش خصاتك شي حاجه نجيبها لك. واحد شويه وهو يقول ليها تهلاي ليا في راسك. ما فهمت والو، اللي فهمت بانه كيهضر مع امراه ماشي راجل. هبط درت بالناقص ما هدرتش معاه وهو كاع ما شافني. هبطت لبيتي وماما خرجت تجلس مع العيالات، اما هذيك عجوزة خالة راجلي بقات معايا في البيت. قالت لي فين هو راجلك؟ قلت لها راه خرج حتى يجي. وقالت لي غادي نجلس حداك بنيتي ما قد على صداع العيالات في الصالون. قلت لها مرحبا بك، اما انا ما كايناش في هذا العالم، مرفوعه كنفكر في هدرة راجلي. واحد شويه وهي تقول لي هذيك المراه والله الا فرحت لك بنيتي، رزقك الله بولد واخا ضحيتي مع راجلك وصبرتي ما عرفش بقيمتك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي جاب عليك الضره وانتي مازال صغيره، وراه ملي تزادت عنده البنت مع المراه الاخرى ما باركتش ليه، وملي ولدتي انتي ما باركتش ليه، جات حشومه ما نباركش ليه الطهاره. اي يا البنات شحال صعيبه، ما تخيلوش الصدمه ديالي كيفاش كانت. صدمه مور صدمه، ضره وعندها بنت. في الاول قلت المراه كبيره غادي تكون غير كتخرف، وملي ربطت الاحداث ملي كان كيهضر الشماته في التليفون لقيت بلا يمكن بصح ما حسيتش براسي حتى لقيت دموعي كيهبطوا بوحدهم وكان رجف. كنت غادي نحماق. سولت هذيك المراه قلت لها خالتي ديريني بحال بنتك. هاد الهضره قلت لها ما في خباريش امتى تزوج وشكون تزوج. قالت لي هادي 2.5 عام باش تزوج، وراه مراتو سكنها في البلاصه الفلانيه. كان واحد الفيلاج بعيد على مدينتنا ب10 كيلومتر. وصدماتني فاش قالت لي راه مو هي اللي خطبات ليه هي وخالته اللي هي عروستها. وقالت لي نهار العرس راه خالته هي اللي قالت لي غادي العرس ديال ولد اختي. هي كتعاود وانا كنبكي. وفعلا داك الوقت قال لي راجلي جات واحد الخدمه وغادي يسافر 15 يوم، الساعه هو كان غادي يتزوج. حرت البنات وندبت في راسي، وفي الاخير قلت نسكت ما نديرش الشوها حتى يمشيو الناس. كيف مشاو وجا الراجل تلحيت عليه وكنقول ليه واش داكشي اللي سمعت بصح؟ كيقول لي شنو سمعتي؟ كنقول ليه واش بصح تزوجتي عليا؟ وكنبكي. قال لي شكون قالها لك؟ ما ديتهاش فيه، جمعت حوايجي في هذاك الليل وحوايج ولدي. صونيت لخويا جداني. كيف وصلت ماما وبابا تشوشوا عليا، عاودت ليهم وبقى فيهم الحال. الرويج ملي كنت معاه كان دائما كيبات في الدار وفي النهار كيكون خدام، ما شكيتش فيه، وحتى التليفون ديالو ديما حطو حدايا وكنهزو قدامه وما فيه والو. المهم النهار الثاني جا عندي كيطلب نرجع ليه. سديت عليه الباب، واخا هكاك كل نهار كيجي كيطلب بابا وخواتاتي باش يهضروا معايا، كيقولوا ليه داكشي اللي درتي معاها ماشي ساهل. سدوا عليه جميع البيبان. حاليا البنات دفعت الطلاق حيت ما بغاش يطلقني. ما عرفتش كيفاش تزوج، ولكن بينا زور الوراق ودار عازب. وهو كيطلب كيقول لي بلا الام ديالو هي اللي حكرت عليه يتزوج باش يدير الولاد. قال لي الا بغيتي نطلق المراه الاخرى غير رجعي ليا، وانا رافضه كليا. عاودت لكم قصتي. اولا باش تعاونوني شنو ندير؟ انا كنرفض نرجع ليه، والعائله كيقولوا لي راجلك كيبغيك وما تفرقيش معاه حيت دائما كيجي للدار، وملي ما كنفتحوش ليه الباب كيبقى النهار كله قدام الدار. كنتمنى تنصحوني ديروني بحال اختكم. وحاجه اخرى خذوا من قصتي عبره وعمركم تثقوا بزاف وديروا علاش ترجعوا. صدق الراجل داكشي اللي بغينا، ما صدقش تلقاي علاش توقفي. صنعه قرايه او خدمه كل شيء ينفع.
هنا سالات قصتنا. ما تنسوش صاحبة القصة من النصائح ديالكم، وحتى انا خليو ليا تعليق زوين بحالكم، وطبعا خليو لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش ملي ننشر شي قصة توصلوا بها نتوما الاولى. نشوفكم في قصة جديدة ان شاء الله. بارطاجيو القصة يا البنات باش العائلة ديالنا تزيد تكبر بكم.